اليوم باش نعملوا براوني صحي تكون لمجه. ما تفهمنا انا باش نعملوا توا كل مره لمجه ولا فطور صباح للصغيرات. اليوم باش نعمل لكم براوني صحي. الباز نتاعو بنان. خذيت كعبتين بنان، ماهوش باش نستحقوا راهو للكوشه لا حتى شيء. يعني خذيت كعبتين بنان ما يقارب جدي 160 جرام 162 جرام. باش نضيف عليهم 50 جرام كاكاو. يعني هو المقادير بالضبط كان نحسب لكم خاطر سبق وانا عملتها قبل. 370 جرام بنان حسب الحجم خاطر نتاع البنان انا نظر ما عنديش كبير. ضفت عليه وقتها 100 جرام كاكاو. هنا باش نزيد كان 50 جرام كاكاو وباش نحطو يترحى حتى نتحصل على تكستور يعني رطبة، يعني خليط رطب على الاخر ونرحيه ونرجع. هذه التكستور تحصلنا عليها بعد ما رحيت البنان والكاكاو. توا حطيتها على نار واطية على الاخر وباش نحطها ونقعد ديما نحرك حتى تتلم. يعني حتى بعد ما حطيته ريت كيفاش ولا يتلم، يعني بدا يبس. الهني شنو باش نضيف له انا؟ باش نضيف له شويه فاكهه. نضيف له شويه فاكهه ونقعد نخلط مع بعض. كهو سكرت باش نسكر عليه. هنا بعد سي ما هبطته من الغاز باش نعمل الصحفه هذه. حطيت فيها شويه زيت نواه كوكو، اي زيت ولا طرف زبده، المهم باش من بعد كي تنحيه ما يلصقش. باش نعبيها ونزينها. هذا توا البراوني بعد ما حطيته في الصحفه. وباش نزيدو نزينو بشويه فاكهه. تحبوا راهو في عود الفاكهه تنجموا تحطوا صوص الشوكولا. تو نوريكم كيفاش تعملوها صوص الشوكولا تزينوا بها الحلويات نتاعكم. وهذا البراوني نتاعنا حضر. ان شاء الله تجربوه. راهو تنجموا تقسموه وتحطوه مرسوات في الكونجيلاتور، تلفوه بالبابي سيلوفان تحطوه في الكونجيلاتور يتكنجل ما يصير له حتى شيء. وقت تستحقوه تجبدوه. صحه وبالشفاء.